السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا الأعزاء مع فقرة جديدة من ينبوع الواحة. لابد أنكم تنتظرون معرفة موضوعنا لليوم، صحيح؟ اليوم سنتحدث عن استخدام التكنولوجيا للصغار. التكنولوجيا أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، ونحن نستخدم الأجهزة الإلكترونية في التعلم واللعب مثل الهاتف والكمبيوتر والتابلت وغيرها، كما أن بعض الأطفال يشاهدون الفيديوهات التعليمية أو يشاركون في دروس عبر الإنترنت. هذه الأشياء المفيدة تساعدنا على الفهم بشكل أفضل، لكن علينا أن نستخدم التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة. مثلا لا يجب أن نجلس على الشاشات لساعات طويلة، ومن الأفضل أن نأخذ فترات راحة أكثر، ونلعب خارج البيت أيضا لفترات كافية. أيضا يجب أن نستأذن والدينا قبل تحميل أي تطبيق، وأصبحت ضرورة من ضروريات حياتنا اليومية، لكنها تصبح ضارة إذا أسأنا استخدامها، لذا لا بد من التوازن بين في اللعب والدراسة حتى تصبحوا أطفالا أذكياء وسعداء. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية الفقرة. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن مدينة أدوليس كانت من أهم الموانئ القديمة لبلادنا إريتريا؟ وكانت تستخدم للتجارة من شتى أقطار العالم. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حكايات جحا. عنوان حكايتنا لهذا اليوم هي الأنبوب المسدود. سمع جحا في المسجد يوما عن أهمية صلة الرحم بين المسلمين، وكان له قريب في قرية بعيدة فأراد أن يزوره، فخرج لزيارته في وقت الظهيرة، وكان ذلك في أحد فصول الصيف، وكان الجو شديد الحرارة، وكانت الشمس حارقة، والصحراء كأنها قطعة من النار. وأثناء سير جحا في الطريق أصابه عطش شديد، فراح يبحث عن مورد ماء ليشرب منه، فصادف على قارعة الطريق أنبوبا مسدودا بخشبة، فاقترب منه وكأنه وجد كنزا ثمينا، فالماء بالنسبة له في هذا الوقت هو الحياة. ثم اقتلع الخشبة من فم الأنبوب، فاندفع الماء بشدة وبقوة، وسال سيلا عظيما من فم الأنبوب، فبلل جحا من قدميه إلى رأسه وأغرق ثيابه. فنظر جحا إلى الأنبوب بغيظ وقال: لو لم تكن مجنونا لما تركوك في هذا المكان الحار.
هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا أصدقائي الصغار، سنتعلم اليوم حرف الميم. الحركات. هيا رددوا معي. بالفتحة. تنطق. ما. بالضمة. تنطق. م. بالكسرة. تنطق. مي. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذه الصورة يا أصدقاء؟ موز. وماذا عن هذا؟ مهندس. وماذا عن هذا؟ مفتاح. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ حرف الميم. ذهب مازن مع والده إلى محل الفاكهة. اشترى مانجو وموزا ومشمشا. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائنا الكرام. كما شاهدنا كان هذا حرف اللام، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد ألا وهو حرف اللام. لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما تعطيان اسم نبات يبدأ بحرف اللام. تفضل يا علي. لوز. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. ليمون. أحسنت، إجابتكما صحيحة. السؤال التالي: أريد منكما تعطيان اسم ذكر أو مؤنث يبدأ بحرف اللام. تفضل يا علي. لقمان. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. ليلى. أحسنت، إجابتكما صحيحة. السؤال التالي: أريد منكما تعطيان اسم حيوان يبدأ بحرف اللام. تفضل يا علي. لاما. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال الأخير: أريد منكما تعطيان اسم بلاد أو مدينة يبدأ بحرف اللام. تفضل يا علي. ليبيا. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. لبنان. أحسنتما، إجابتكما صحيحة. وإلى هنا يا أصدقائي الكرام تنتهي فقرتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما أبى الابن الكبير أن يرجع إلى كنعان، ولكن يعقوب كان عنده عاطفة البشر، فذكر يوسف وتجدد حزنه وقال: يا أسفا على يوسف. ولامه أبناؤه وقالوا له: إنك لا تزال تذكر يوسف حتى تهلك. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر، وكان يعقوب له رجاء كبير في الله، فلذلك أرسل أبنائه إلى مصر ليبحثوا عن يوسف وبنيامين ويجتهدوا في ذلك. ومنعهم يعقوب من أن يقنطوا من رحمة الله، فذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة. وعندما وصلوا إلى يوسف شكوا له فقرهم ومصيبتهم وسألوه الفضل. وهنا هاج الحزن والحب ولم يملك نفسه. أبناء أبي وأبناء الأنبياء يشكون فقرهم ومصيبتهم إلى ملك من الملوك؟ إلى متى أخفي الأمر عنهم ومنذ متى لم أرى أبي؟ لم يملك يوسف نفسه وقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعلم بأن هذا السر لا يعلمه إلا هم ويوسف، فعلموا أنه يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وما لامهم يوسف على فعلتهم، بل قال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهل طال الفراق بين يوسف وأبيه؟ ولماذا يصبر إلى الآن وقد ظهر السر؟ فما هو السر؟ هذا ما ستعرفوه في الحلقة القادمة. كان معكم موفق ناصر وموسى كبيري. السلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وحكمة جديدة. وحكمتنا لهذا اليوم هي: من لا يعمل لا ينجز شيئا. والآن مع آراء أصدقائنا الأعزاء، ولنبدأ مع صديقنا محمد. تفضل. أنا اللي فهمته من هذا الحكمة، يوم أنت مثلا في سريرك قاعد تفكر إنه أنا بسوي زي كذا وأنا بسوي زي كذا، بس أنت ما عندك أي نفس إنك تقوم، يعني أنت تبغى هذا الشيء بس ما يعني تبغاه بس ما عندك القوة إنك تسويه. يعني أنت يعني ما راح تقدر تنجحه أبدا إلا لو أنت عندك القوة، يعني عندك الشجاعة والعزيمة إنك تسوي اللي أنت تبغاه. بارك الله فيك يا محمد. والآن مع رأي صديقنا علي. تفضل يا علي. إنه لما أنت عاوز تسوي إنك تنجح في حياتك، مش إنك تكون قاعد على السرير، تتعلم مما أنت صغير هذه الأشياء. ليش اللي إحنا بنمشي المدرسة؟ عشان نستفيد لما نكبر نشتغل. فإنه مش إنه بس تيجي من المدرسة تسوي واجباتك، لا، تكون يعني بتعرف في أشياء تانية، تسبح، تلعب كورة، تركض كده. جزاك الله خير يا علي. والآن مع رأي صديقنا عبد الوهاب. تفضل. أنا كرأيي لو أنت كنت قاعد ما قاعد تسوي شيء وتحلم إنك تصير لاعب كورة، لا تصنع هذا الشيء. شكرا لك يا عبد الوهاب على الاختصار. أصدقائنا الأعزاء، كانت هذه حكمتنا لهذا اليوم، وكانت هذه آراء أصدقائنا. أتمنى أنها نالت في إعجابكم، وشكرا لكم لإعطائنا وقتكم الثمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. لا
يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. بعد قليل سندخل إلى الخليج، على الجميع الاستعداد. مرحى، لقد جاء المدد أخيرا. مرحى للرجال. والآن وجهوا دفة المراكب إلى الخليج مباشرة. لقد فعلوا مثل ما اعتقدت تماما وانتهى كل شيء. أعتقد أنهم قد تملصوا منهم وتجاوزوهم نهائيا. ربما كانت هناك مجموعة تريد اللحاق بهم. أساطيلهم ضعيفة، فإن أرادوا اللحاق بهم فلن يستطيعوا ذلك أبدا. أطلقوا السهام عليهم. مهما اشتد الظلم علينا لن نفقد أملا بالله. مهما ذقنا أو قاسينا ليس لنا عون إلا. مهما اشتد الظلم علينا لن نفقد أملا بالله. مهما ذقنا أو قاسينا ليس لنا عون إلا. الله 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 لم يبقى أمامنا شيء يذكر. تقدموا إلى الأمام يا رجال. ماذا يفعل حماة الخليج؟ ألا يستطيعون إيقاف 3 سفن؟ يا جنود الله، يا حماة الخليج، لماذا توقفتم؟ أمسكوا بهم ولا تتركوهم. هيا تحركوا إلى الأمام. هل أرخيتم السلاسل أم لا؟ نعم، لقد أرخينا السلاسل وكل شيء مهيأ الآن. هيا استعدوا، السفن تقترب. والآن أسرعوا، شدوا السلاسل. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم وصديقنا عمر؟ هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا الأعزاء مع فقرة لغز اليوم. أما عن إجابة لغز الماضي فكانت القمر، وكانت أجوبتكم صحيحة. أما عن لغزنا لهذا اليوم، شيء يمر عبر الزجاج ولكن لا يكسره، فمن أنا؟ أرسلوا لنا أجوبتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهم شيء هذا رسالة موجهة للمجتمع. الكمبيوتر احذروا منه. وليس قطعة حجر، صح ولا الله الله الله. بصريا كأنه شيء يديهم كف. شيء ابتسم.